بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم غنتكلموا على السلطة الرابعة. السلطة الرابعة هما الصحفيين، هي الصحافة. والصحافة دابا أصبحت متعزة بأصحاب اليوتيوب، أصحاب القنوات. تنتكلم على القنوات اللي تيستافد منها الإنسان، ماشي القنوات ديال التفاهة. لا، القنوات ديال التفاهة هادوك شكل اخر ما غاديش نتكلم عليهم، وكنتكلم على الصحفيين والقنوات ديال اليوتيوب اللي هما تيخدموا الوطن والمواطنين. الوطن والمواطنين مثلا الصحافه كانت كتدافع على الحدود ديال الوطن، وكتدافع على الصحراء المغربيه، وكتدافع على المواطنين اللي هما عندهم مشاكل، اللي هما مظلومين. كتفضح النصب والاحتيال، كتفضح القتاله، كتفضح الصحافه. هذا هو الدور ديالها. اذا هنا باش سموها السلطه الرابعه. وهنا كتوجد الصحافه واليوتيوبر تولاو عندهم البحث ديالهم، بحث دقيق، وتيبحثوا على اصحاب الجرائم اللي هما بحال القضيه ديال تهامي بناني الله يرحمه، بحال القضيه ديال نور الدين العطور الله يرحمه، ولا ابتسام. المهم بحال هكا الانسان. وهنا الدور ديال الصحفيين وديال اليوتيوبر وديال الحقوقيون وديال هادو المحاميون، هادو كلهم تيدافعوا على حرمه الوطن. وهاد الصحفيين او اليوتيوبر تيكونوا بالمرصاد الابواق الضاله اللي هي خارج الوطن. واي واحد مس بالوطن والمواطنين المقدسات ديال البلاد والصحراء المغربيه، اذا كلهم تينوضوا ليه هجمه وحده. هذا الشيء لصالح الوطن والمواطنين. والمواطنين دائما تيبحثوا على الجديد، اما تحقيق في شي جريمه قتل، واما تحقيق في جريمه اختلاس الاموال. بحال ما دابا تنشوفوا بالفضل ديالهم هما تيوصلوا المشاكل كلها توصلوها للقضاة، والقضاة تينفذوا الاحكام ديالهم. وحنا تنشوفوا دابا بالفضل ديال هاد اليوتيوبر وصحاب هاد كما قلت السلطه الرابعه، شحال من واحد دابا في الحبس من الوزراء السابقون. شحال من واحد في الحبس راه من الناس اللي هما اختلسوا الاموال، راهم كتعرفوهم. اذا السبب شنو كاين؟ وهو تفضحوا بسبب السلطه الرابعه والبحث والتدقيق ديال القضاء. اذا ملي تيوصلوا تيفضحوا الامور، والمواطن دائما تيتصنت عليهم وتيشوف فين وصلوا. ولكن مع كامل الاسف ان الصحفيون واصحاب القنوات اليوتيوب اللي تيبحثوا في صالح المواطن واللي تيحضروا البلاد، واش غادي نقول لك ضربتهم العين ولا شنو وقع لهم؟ ولا اضحوكه في العالم. هاد اللي تكلمت عليهم هادو بعض الصحفيين المغاربه وبعض اليوتيوب المغاربه صبحوا اضحوكه عبر العالم. ما معناه؟ البارح كانوا كيدافعوا على المواطنين، وتيدافعوا على حقوق المواطنين، وتيفضحوا المجرمين وكذا. دابا لا، دابا صبحت عندهم حرب تراشق بالكلام بعضياتهم، الصحفي ضد الصحفي واليوتيوبر ضد اليوتيوبر، وصبحت الحرب شرسه بينهم. ومع كامل الاسف ان صبحت كل واحد تيخون الاخر، كل واحد يتهم الاخر بالخائن، كل واحد باغي يدخل الاخر للحبس. وشكون هما هادو؟ مغاربه. شكون هما هادو؟ صحفيون. شكون هما هادو؟ اصحاب اليوتيوب. شكون هما هادو؟ هادو كلهم مسلمين يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. شكون هما هادو؟ هادو كلهم تحت الرايه المغربيه، والشعار ديالهم كلهم بدون استثناء الشعار ديالهم الله الوطن الملك. ولكن وصلت لهذه المساله هذه دخيله على المغرب ودخيله على المغاربه، وما بغيناش العديان يضحكوا في هذا الشيء اللي وقع للصحفيين. حنا تنشوفوا الطريقه اللي كان غادي بها المهداوي مثلا،
الصحفي الكبير، انا تنتابعو بزاف. الشيء اللي كان تيقوم به تحفه في الايام الاولى ديالو، كيفاش كان تيفضح النصابه، وكيفاش كان تيفضح المجرمين، وكيفاش كذا، كيفاش كان الزروالي من اصحاب اليوتيوب اللي كان مثلا تيقدم المساعدات وتياخذ من عند الاغنياء وتيعطي للفقراء وكذا. ولكن اصبح دابا كل شيء ولا حرب بيناتهم. وانا تنستغرب كاين بعض اصحاب اليوتيوب اللي هما لسانهم طويل، والله يهديهم، الكلام الساقط تيقولوا عبر وسائل التواصل، التخوين ما كان غير التهم الباطله، كلهم مغاربه، كلهم تيقولوا الشعار ديالهم الله الوطن الملك، ولكن تيخونوا بعضياتهم. وماشي غير هما، حتى المحاميين، بعض المحاميين، ماشي غير هما، بعض الحقوقيون، وهادشي مؤسف. وانا غنذكر بعض الاسماء اللي هي عندي في الذاكره ديالي، ما عاقلش بزاف، ولكن غنذكر مثلا المهداوي تيدافع عن الحقوق، وراه تيقول الكلام، تينشط المواطنين وتيتبعوا المواطنين بزاف كذا. اذا كان يستحق كل تقدير. وانا كنت نعتبره كما قال واحد من الناس اللي هما ضده، سماوه الحقداوي، باش يقول المهداوي قال الحقداوي، او لا مثلا هذاك الحقوقي تيقول العقوقي. اش هاد البسالات هذه؟ تنتهموا بعضياتنا انا بالنسبه للمهداوي ما تنسميش الحقداوي ولا مثلا المهداوي، ولكن في النظره ديالي وحسب الراي ديالي انا تنسميه قرقلو. هاد قرقلو ما يعرفوها غير الناس ديال الشمال. كتعرف شنو هي المعنى ديال قرقلو كتكون في القطنيات، في الفول وفي الحمص. ملي تيكون تيدور في ديك الرحى بلديه، باش نتكلمكم ايام زمان، انا في العمر دابا 80 سنه تقريبا، اذا تنقل لكم الامثله. هاد قرقلو تيدور في وسط الرحى، والرحى كدور، ولكن تيمنع ما تيتقتلش في ديك الدوره ديال الرحى، ما تيوقع له والو. هذا باش سماو قرقلو. هو واحد البخوشه صغيره كتكون في الفول ولا في الحمص، وملي تيكون تيشردوا ديك الحمص ولا ديك الفول، اذا هذا قرقلو تيمنع. هنا تيقول لك ودي دير بحال قرقلو. اذا المهداوي حقيقه تيقول الكلام خطير، وتيفضح بزاف ديال الاخطاء عند شي وحدين، الله يعاونو. التحفه كذلك، كيفاش كان في الاول، كيفاش كان بعض اصحاب اليوتيوب. دابا حنا تنشوفوا دابا عبد الكريم المردادي، يوتيوبر من ارفع ما يكون، وهذاك سميتو العمده. وكاين بعض الناس اللي هما عاوتاني دخلوا على الخط، بحال الاستاذه مرام او الدكتوره مرام، بحال الاستاذ زهراش اللي هو حسب اللي سمعت وحسب اللي شفت وحسب الدفاع ديالو تيدافع على انه محامي دولي وطني، وتيخرج للبلاد خارج الوطن وتيخدم لصالح الوطن. وكذلك الاستاذ حليم اللي هو عاوتاني تيخدم الوطن وتيبحث على القضايا وتيدافع عن المواطنين، وكان ورجل من اعظم من هو ولا الاستاذ جهراش. ولكن مع كامل الاسف كما قلت في الاول، واش ضربتهم العين ولا دابا الاستاذ جهراش ضد حليم، تحفه ضد الزروالي، المهداوي ضد تحفه، هذيك عبد هذيك الحقوقي هو عاوتاني تيدافع على وكاين الرمضاني كذلك ضد تحفه، عفوا الرمضاني ضد المهداوي. علاش حنا غنولوا متضادين مع بعضياتنا؟ بالامس كانوا تيدافعوا على الوطن والمواطنين على الصحراء المغربيه وتيدافعوا. دابا الان على برا العديان ديال المغرب تيتفرجوا فيهم. شكون هما هادو؟ مغاربه. شكون هما هادو؟
تيطرفوا بيناتهم، وكل واحد تيخون الاخر، وكل واحد تيدير الوسائل باش يدخل الاخر للحبس للسجن. أليس فيكم رجل عقيل يصلح بين هاد الناس ويدخلهم في شي غرفة مغلقة؟ حتى اللي ما كانش في داخل الوطن يديروا التواصل بوسائل المواصلة، بوسائل التواصل. دابا اصبحت الواتساب، اصبحت الفيسبوك، اصبح اليوتيوب وكذا. اذا يكون بطريقه وتكون سريه بلا ما تكون يفضحوا راسهم، واللي عنده شي خطا وتكون مذهبيه وتكون محاكمه. الا كان شي واحد دار شي اخطاء يتحاكم، ولكن القضاء اللي خصو يتخذ القرار ديالو. هما تيقوموا بالدور ديال القضاء، هما تيقوموا بالدور ديال المحامي، هما اللي لا، هادو مغاربه كلهم الشعار ديالهم الله الوطن الملك. ما خصناش نضحكوا فينا العديانه الخوت. وهادشي اللي واقع ما كاش شحال هاد العداوات اللي كاينه دابا مناش على قبل باش تربح في المشاهدات. الله يخليها مشاهده. الا كنت غنشوه بصاحبي بعدك هذا المهداوي وتحفه، والماديمي وتحفه، وزهراش وحليم، هادو شكون هما؟ هادو اصدقاء الامس، كانوا احباب، كانوا اصدقاء، كانوا تاكلوا الطعام ديال بعضياتهم، دخلوا للديار ديال بعضياتهم، كانت عندهم صداقه. فاذا تدخل بينهم الشيطان بيناتهم، وها هما صبحوا الان الكل يخون الاخر، وكلهم مواطنين عندهم كلهم مواطنون عندهم حقوق وعندهم واجبات، وخصنا نستافدوا من الشيء اللي عندهم. ولكن مع كامل الاسف شي كلام دابا تيطلقوا الزروالي، ما بقاش ديك الحقوق اللي كانت ديك الراجل اللي كان ديال شحال هادي اللي كان تيدافع على المصلحه ديال البلاد، وكان تيدافع على الفقراء، وكان تيعيد لهم، وكان تيجي مع عند المحسنين وكذا. دابا ولا عنده وجه اخر، والكلام الساقط كذلك سي تحفه. ما خصوش يقول الكلام الساخط، ما خصوش يكون. ما خصناش نخونوا بعضياتنا، ما خصناش نكونوا تنتهموا بعضياتنا، ما نبغيوش السجن لشي حد. السجن عباد الله حنا بغينا يكون السلم، ما بغيناش هذا يدخل السجن وهذا يخرج، وهذا بسبب الكلام اللي قالوا تحفه، ولا الكلام اللي قالوا المهداوي، ولا الكلام اللي قالوا الزهراش، ولا الكلام اللي قالوا حليم. الله يهديكم. بغينا المحبه تكون، وبغينا شي حد يدخل على الخط، اما من الوزراء واما برلماني، واما يجمعوا هما بثلاثه بهم ولا اربعه بهم ولا 10 ديال الناس ولا 10 ديال يكونوا مسؤولين وعندهم مسؤوليه كبيره، ويجمعوهم ويلاقيو بيناتهم في سريه تامه، ويطوا هذا الملف هذا. ما يبقاش هذا المعيار دابا هذا السبان وهذا المعيار. انا قلت كانوا تيدافعوا على المصلحه ديال الوطن، صبحوا دابا تيدافعوا على المصلحه ديال التخوين. كل واحد تيتهم الاخر باللي انت خائن، انت خائن الوطن، انت غدرتي. يا اخي اي حاجه كان فيها التخوين ما كايناش. ولكن حتى اذا كانت كاينه، كاين القضاء في المغرب، كاين الحمد لله القضاة في المغرب. اذا انا تمنيت ان شي واحد من الوزراء، شي واحد من المسؤولين يدافع على على التشتيت اللي كاين ما بين هاد الناس هادو. هادشي ما كانش شحال هادي عاد. ولا حنا تنشوفوا دابا الاتهامات الباطله والكلام الساقط، حتى الكلام الساقط والمعيار ديال الشرف. تعاير له مراته، وتعاير له امه، وتعاير له باه، وانت ملقط، وانت كذا، ولا انت ما عندك باك، وانت ما عندكش امك، وانت شنكاره، وانت ولدك ما كذا. من هذه الحاله هذه شكون هما هادو؟ مغاربه. شكون هما هادو تيطرفوا بيناتهم؟ هادو العاديين تيتفرجوا فينا الخوت. هادشي ما خصوش يكون. وهذو كلهم مغاربه وكلهم صالحون. مثلا حنا تنشوفوا دابا هاد السيده اللي كتكلم دابا على ابتسام العطور. علاش كتقلب على الحق ديال باها. سمعت اقوال على ان عنده مات مقتول، فهي كتبحث على الحقيقه. 6 سنين هذه
باش مات. هذا نور الدين عطور الكونولير نور الدين عطور رحمه الله عليه 6 سنين باش مات، و6 سنين وهي كتدافع على كتقلب على الحقيقه. ودابا بفضل العداله وبفضل القضاة وبفضل الصحفيون وبفضل اليوتيوبر، دابا قلت اليوتيوبر او الصحفيون تيمشيو لعين المكان وتيديروا التحقيق وتيصوروا وكذا وتيجمعوا الدلائل وتيصيفطوها للقضاء للقضاة. اذا شي تيبشر بالخير. اذا كلمه قالت هذيك ابتسام عجبتني بزاف، وهي قالت على ان لو كان الام ديالها وقع لها هذا المشكل هذا وكان القاتل هو الاب ديالها او المتهم هو الاب ديالها، كانت تكون ضد باها لصالح الام ديالها. دابا هي ما كتقولش ضد الام ديالها، لا، هي كتقول كتقلب على الحقيقه. ولكن الحقيقه هما دابا الناس تنضموا معها وداخل الوطن وخارج الوطن، وهذا الشيء تيبشر بالخير. ولكن القضاء غادي، القضاة غاديين سميتو بالبحث ديالهم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يبان الحكم وغادي يبان القضاء. حنا ما بغينا حتى شي واحد يتظلم، وانا حسب الراي ديالي ما بغيت حتى شي واحد يدخل للحبس، ما بغيت حتى شي واحد، بغينا تكون الحقيقه، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. اذا هذه كتبحث على الحق ديال الاب ديالها، ما فيها باش نصنتوا ليها. انا تمنيت انا الام ديالها والاخوان ديالها والاخوات ديالها او الاخوات ديالها ينضموا ولا يبحثوا، يكون مع بحث شامل. اجي يا بنت الناس، قلتي كاين شي حاجه، يلا احنا معك. اذا وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون كتسمى ديال. اذا ولكن في الاخر ولا الكلام الساقط، ولا الكلام التهمات الباطله، ولا هذا شي باغي يدخلها للحبس، شي باغي يخرجها من الحبس، شي تيدافع على المصلحه ديالها، اذا هاد الناس اللي تكلمت عليهم دابا ديال الصحفيون واصحاب اليوتيوب والحقوقيون والداخل الوطن وخارج الوطن، هذا اليوتيوبر داخل الوطن وخارج الوطن، هذو كلهم انقسموا طائفه مع ابتسام وطائفه ضد ابتسام، او لا ضد البحث عن الحقيقه، او مع او البحث عن الحقيقه. اذا تمنيت، انا تنزيد نكرر، تمنيت ان احد المسؤولين الكبار، ونتمنى تكون الجلسه مغلقه ويكون البحث مغلق، ويكون يدخل شي وزير ولا يدخل شي برلماني ولا يجمعوهم كلهم واحد 4 ولا 5 ولا 6 ويجمعوهم ويحطوا النقاط على الحروف ويديروا هذه القضيه هذه باش ما نضحكوش فينا العديانه عباد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم الف بين القلوب، اللهم الف بين القلوب يا علم الغيوب، اللهم الف بين القلوب. هالشي اللي وقع يدمي القلوب والله العظيم. ملي كتسمع المغاربه تيخونوا بعضياتهم، انا مع كامل الاسف، الله يهديهم جميعا. اللهم اريهم الحق، اللهم ارنا واريهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافينا واعف عنا وتوفنا وانت راضي عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يهدي الجميع.